انت بتبيع بس بنسبه 15%. 15% من الناس بيشتروا البرودكت بتاعك اكوردنج للماضي، لايه اللي حصل زمان او ايه اللي هيحصل زمان. 85% من الناس بقى بيشتروا البرودكت بتاعك اكوردنج لايه اللي هيحصل في المستقبل. البرودكت بتاعك هيضيف لي ايه في حياتي، هيعمل لي ايه مختلف في حياتي. لما اخد البرودكت بتاعك هحس بايه مختلف، يعني ايه اللي هيحصل، ايه التطور اللي انا هكون فيه. فانت لازم البرودكت بتاعك دايما يكون بيضيف للناس حاجه في حياتها، بيضيف للناس حاجه يستخدموها بكره وبعده. فانت لما تيجي تطور البرودكت بتاعك او تعمل ماركتنج كامبين، ما ينفعش تبيع للناس البرودكت بتاعك على فعل الماضي، لازم دايما تبيع للناس البرودكت بتاعك على فعل المستقبل. ان انت لما تشتري البرودكت ده هتبقى ماسك احدث اصدار من الموبايلات في العالم. انت لما تشتري البرودكت ده هتبقى انت بتكمبيت او الايند مع الاي اي فيوتشر والتطور اللي هيحصل بكره. الفيتشرز دايما بتتباع بالمستقبل، فلما تيجي تطور البرودكت بتاعك لازم تطور بيزد اون هيغير في حياه الناس قد ايه في المستقبل. انت لو بتشتغل على برودكت ديفلوبمنت، لو انت مدير تنفيذي وبتشتغل على حته التطوير في البرودكتس بتاعتك، لو انت بتبيع برودكتس وبتشتغل سيلز، سواء البرودكت ده هو ريل استيت، هو موبايل، هو واتس ايفر، انت لازم تبيع المستقبل للعميل. لو بعت المستقبل للعميل يبقى انت بتبيع 85% بالبيعه. تشيرز. لو عجبك الكلام ده اعمل لي كومنتس هنا، هتلاقيني بطلع لك تاني كل يوم.